السلام عليكم. بعد سماع الأذان بعد كده تفتكر مين كان المؤذن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مؤذن الرسول وصوت الإسلام بلال بن رباح أو بلال الحبشي. قصة الصحابة كان من العبيد، لكن بعد الإسلام بقي مؤذن الرسول وصوت الإسلام، ومن الصحابة قصته تخلد حتى الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ القصة. ولد سيدنا بلال رضي الله عنه من جارية، واللي كان معروف في الوقت ده إنه اللي تولده جارية بيكون عبد على طول. حد هيجي يسألني يعني إيه عبد؟ العبد ده بيكون بني آدم زي زيك، ولكن ملك لشخص. الشخص ده يقدر يعمل فيه اللي هو عايزه، يقدر يخليه ما ياكلش، يقدر يخليه ما يشربش، يقدر يعمل فيه اللي عايزه، يعذبه ويضربه، محدش يقدر يكلمه. في الوقت ده كانت دي حياة طبيعية. وبلال كان من العبيد، يعني كان ممكن صاحبه يقول له ما تاكلش نهادي، ممكن صاحبه يقول له ما تشربش، وكل حاجة عاوزه يقول له اعمل لي، ما يقدرش يقول له لا. حاجة صعبة جدا انك تكون عبد، بس الحمد لله الإسلام جه ولغى حكاية العبيد. الحمد لله. سيدنا بلال بن رباحة كان من أوائل المسلمين. في وقت كان ماشي حول الكعبة، فشاف الأصنام الموجودة حول الكعبة، فكان يبص عليهم باستحقار ويقول: خاب وخسر من عبدكم. المشركين كلهم بعد ما شافوه بيعمل كده قعدوا يجوا وراه عشان يمسكوه أو يقتلوه أو يعذبوه، ولكن هو جرى وراح عند البيت الملك بتاعه. الملك بتاعه أول ما شافه وشاف المشركين راح ادهولهم على طول، وهم خدوه عذبوه عذاب شديد جدا جدا جدا. بيعذبوه عشان يخلوه يترك الإسلام، ولكن كل ما بيقولوا له من ربك يقول: أحد أحد، أحد أحد. أنت متخيل العذاب؟ كانوا بيجيبوه مكي في الظهر في أحر وقت وحرارة شديدة جدا جدا، ويناموا على ظهره، ويحطوا عليه حجر بيشيلوا أكتر من شخص على صدره. أنت متخيل إنه هو اتهاس في الأرض على كده؟ وبرضه كل ما يقولوا له من ربك يقول: أحد أحد، أحد أحد. حد ممكن يسألني ليه سيدنا بلال كان بيقول أحد أحد وما كانش بيقول ربي الله أو الله ربي؟ عشان الكفار زمان كانوا مؤمنين بالله، ولكن مشركين بيه بالأصنام. فهو لما يقول أحد أحد يبقى هو مؤمن بإله واحد، مش زيهم مؤمنين بأكتر من إله. فعشان ده كان بيقول أحد أحد. في وقت معين أبو بكر الصديق رضي الله عنه شاف بلال هو بيتعذب، فلما أول ما شافه قاعد يقول للمشركين: سيبوه، سيبوه. ما رضيش يسيبوه، فقال: هنشتري. دفع 3 أوقية من ذهب، وبعد ما دفع جل الملك بتاعه وقال له لو كنت اديتني واحد من أوقية لو كنت اديته لك. يعني هو مش عايزه، أو بيقول له معناها إنه سيدنا بلال رضي الله عنه ملوش عايزه، ما يستاهلش المبلغ اللي انت دفعته. و- ولكن سيدنا أبو بكر الصديق قال: لو أبيت أنت إلا 100 من أوقية من ذهب لدفعتها. دي حاجة بسيطة من تقديمات وحاجات اللي بيعملها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولكن إحنا في قصة بلال بن رباح، فخلوا لوكيتي أبو بكر الصديق ونكمل قصة سيدنا بلال بن رباح. يلا بينا نكمل. كان المعروف في الوقت ده إنه سيدنا بلال بن رباح صوته جميل، فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤذن، فهو أول مؤذن في الإسلام. يعني أنت متخيل مكانة إنك تكون أول مؤذن في الإسلام؟ سيدنا بلال خد بشرى جميلة جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في وقت من الأوقات جات قبيلة للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له: عايزين يعني زوج للأختم، يعني أختم عايزة تتزوج، فهو ما يقول اختار لنا زوج، يعني عايزين نزوج بنت أختم من زوج من اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم. فأول ما قالوا له قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أين أنتم عن بلال؟ فهم عشان ما عايزينش بلال فمشوا. جو مرة تاني برضو قال نفس الحكاية، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أين أنتم عن بلال؟ فجاء المرة الثالثة نفس الكلام، فقال: أين أنتم عن بلال؟ رجل من رجال الجنة. في أحلى من كده بشرى؟ اللهم ادخلنا الجنة وأجرنا من النار، آمين يا رب العالمين. سيدنا بلال بن رباحة كان خجول جدا. لما حد بيمدحه كان بيقول في خجل: أنا حبشي كنت بالأمس عبدا. تعرف إنه في حاجة في الأذان بتتقال غير دلوقتي، اللي ساهم فيه إنه تتقال أصلا في الأذان هو بلال بن رباح.
إيه اللي حصل وإيه هي أصلا الجملة دي. في يوم في وقت صلاة الفجر، كان جا الصحابة، جا سيدنا بلال عشان يأذن، وهو راح يأذن بص حواليه ملقيش الرسول صلى الله عليه وسلم. سأل الصحابة قالوا له ده لسه نايم. فهو بعد ما خلص الأذان راح قام وقال الصلاة خير من النوم، وبأعلى صوته وقال الصلاة خير من النوم. فبعد جاء رسول وسمعي فقال إنه دي اعتمد إن هي تبقى في الأذان بس في صلاة الفجر فقط. غزوة بدر سيدنا بلال بن رباحة خد حقه من اللي كان بيعذبه في أول الإسلام. مين هو مالك أصلا في أول الإسلام اللي كان بيعذبه؟ هو اسمه أمية بن خلف. فسيدنا بلال خد حقه منه وقتله الحمد لله. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا بلال رضي الله عنه من أكثر الصحابة اللي زعلوا على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن سيدنا بلال كان بيحب الرسول جدا 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 ومتعلق بيه. فبعد ما وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا بلال بطل يأذن، أذنش غير مرة واحدة بس، اللي هي بعد فتح بيت المقدس في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قعدوا المسلمين يقولوا له يتحايلوا عليه إنه يأذن أذان مرة واحدة بس، وقال إنه يأذن، وكب على المنبر وأذن ووصل لغاية أشهد أن محمدا رسول الله، وانهار من البكاء وما قدرش يكمل أذان هو والمسلمين كلهم وكله قاعد يبكي. كانت لحظة صعبة جدا. توفي سيدنا بلال بن رباحة في في سنة 20 هجريا، وكان حوالي عنده 63 سنة حاجة زي كده. وكان بيقول في آخر أيامه: غدا تلتقي الأحبة محمدا وحزبه. وكده يكون القصة تكون انتهت. رب الفيديو يكون عجبكم واستنوا الفيديوهات الجاية. يلا أشوفكم على خير. يلا مع السلامة.